السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم. ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم الشامية قلب اللوز بطريقة جد سهلة، سيرتو للمبتدئين والمبتدئات. ان شاء الله طريقة تنال اعجابكم. ما نطولش عليكم، الكاس اللي تكيلو به اللي تبداو به هو اللي تكملوا به. انا الكاس تاعي يرفد حتى 350 يعني مليلتر. عندي 2 كيسان تاع سكر وعلى حسب الصينية تاعكم تاني. انا الصينية تاعي 35 سنتيمتر دائريا. كما قلت لكم 2 كيسان تاع سكر نديروا لهم 4 كيسان تاع ماء، يعني توجور السكر قليل، يعني 4 ماء مع 2 سكر، 4 سميد مع 2 سكر. الطريقة ان شاء الله تكون باينة. كما راكم تشوفوا درت 4 كيسان. نخلطوا السكر باش ما ينحرقلناش من بعد، يعني ندوبوها غير هكا في الماء. من بعد درت له 2 شرائح تاع الليم ونديروه على النار وحسبوا له من يبدا يغلي 15 دقيقة مور الغليان. انا جبت مقلاة اللي ندير فيها السميد، عندي سميد يعني متوسط وسميد غليظ، عندي 2 متوسط و2 سميد غليظ. انا بغيت نديرها هكذا ميكس، تنجموا ديروا يعني كاع غليظ، ولكن هذه الطريقة تجربوها ان شاء الله ما تندموا عليها، صدقوني. هذا الكاس الزاوج، هذا المتوسط، ويعني بغيت نبين لكم تاني اي نوعيه من السميد تنجموا ديروها. وعندي هذا سميد نوعيه كاع اخرى غليظ، عندي 2 كيسان كذلك. كما راكم تشوفوا، وانا الطريقه هذه يعني بغيت نقليو السميد شويه كيما نقليو التغنى تاولا، يعني يخرج معاكم ناجح. واللي تخاف عليه تخاف يعني السميد تاعها ما يطيرش في الشاميه وكاع، هذا السميد غيكون كهانيه راه طايب 100%، يعني ما عندك علاه تتقلقوا، وناجحه 100% وتجيو فيها واحد البنه تاع التحماص. جربوها اخوتي وردوا لي خبر من بعد. كما راكم تشوفوا راني نقلي فيه شويه، وانا درتهم اومامطون مع يعني الشربات. السيرو راه يغلي كما راكم تشوفوا. دروك نحسبوا له 15 دقيقه موراه، وهي اللي تنجموا ديروا يعني السيرو وحده حتى يبرد باش تبدو في السميد. انا بغيت نديرهم هكذا في رحبه واومامطون نوجدها ونخليها ترتاح ما بين ما يعني السيرو يبرد. من يبرد هي تكون طابت، نديروها اومامطون ديريكت باش ما كيما نقولوا ما تضيعوش الوقت. هنا السميد تاعي يعني سي بون، قليته شويه حمصته كيما نقولوا. الشربات كذلك هيا لا، من بعد 15 دقيقه مور الغليان درت لها 2 ملاعق كبار تاع ماء الزهر، وعندي هذا اختياري ولكن يعطيكم بنه ولا اروع. كراميل تاع البلاد، ولا هذا اللي يعني شريته هنايا. عندي ملعقه كبيره، يعني كيف في 2 يعطيكم النتيجه روعه. ندير ملعقه كبيره، نخلطوه ونخلوه على جهه يبرد حتى يبرد. ومامطو هنا عندي 2 كيسان سكر، عندي في هذه البليندا. نجمو ديروا بالدراب اليدوي ولا البراميكسر، ولا غير هكا يعني الدراب اليدوي ولا تضربوه بيان. اللي ما عندهاش يعني تضربوه واحد 5 دقائق ولا حتى يعني يتخلط معكم كل شيء والخليط يتقال شويه.
مع الزيت والسكر وكاع. ولكن هكذا بالبليندا ولا البراميكسر ولا ما دقيقه 30 سكوند ولا وحبسوا عليه. يعني بالخف يديرها غير يتخلطوا ويتقال بالخف. كما شفتوا عندي 2 كيسان تاع سكر، عندي كاس تاع زيت، وعندي الكاس هذا نصه مزهر ونصه حليب كما راكم تشوفوا، نصه حليب ونصه مزهر. ودرت كاس تاع زيت وزوج كيسان تاع سكر. وعندي شويه ملح باش نكسروا هذيك الحلاوه. تنجموا ديروها دروك ولا ديروها في السميد كذلك. وعندي واحد فلون كيما هكذا كراميل، هذا توجور اختياري ولكن يعطيكم بنه ولا اروع. باش نديروا هكذا شويه في السميد ودنا شويه في السيرو يعني في الشربات، يعني يجي هذاك هو صدقوني. ندربه هذيك هي 30 سكوند ولا ونشوفوه كي جا معنا. ماكسيموم دقيقه. شوفوا كي ولا حتى يولي هكذا ثقيل. هكذا ثقيل تجيبوا ديريكت السميد تاعكم اللي يكون دافي ولا حامي ولا ديروا نورمال ديريكت، يعني ما تقارولاش يبرد ولا غير توجدوا منه ديروا منه ديريكت. فرغوا عليه كل شيء. طريقه جد سهله صدقوني وناجحه 100%. نخلطوا المكونات خلط جلط. واحد البنه واحد الريحه راهي تطلع منه مع السميد محمص وكاع روعه. بنة رمضان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالخير والهنا والستر ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه كل. نجيب الصينيه اللي ندهنوها هكذا بالزيت. الصينيه تاعي 35 سنتيمتر دائريا، والكاس تاعي يعني يرفد حتى 350 مليلتر يعني كبير، والصينيه حتى هي وكبيره يعني. وانتم تنجموا على حسب العبر اللي عندكم. كما قلت لكم دهنتها بالزيت وفرختها فيه بالخف. غير ديروا هكا صاي تقلعوا وتدوروا غير بيديكم، تضربوا ضربه ولا زوج فوق سطح العامل وتدوروا غير هكا دوره زوج رابيد هي صاي تسرح معكم. ما توشوها لا بيديكم لا اي حاجه. شوفوا يعني الطريقه باينه امامكم. وشوفوا كي ولات ملسه ديريكت ما توشيتهاش كاع. نجيب شويه تاع لوز، انا درته به بكشوره. نجموا ديروا كاوكاو ولا واللي يبغي يعني يحشيها يدير نص الكميه، يدير الحشو تاعه والنص الكميه الاخرى يبلع بها. ولكن انا تعجبني كيما هكا. كما راكم تشوفوا زينتها باللوز وتخلوها ترتاح يعني مينيموم ساعه ما بلا يبرد الشربات يعني السيرو يكون بارد. وكما راكم تشوفوا مسكت روحها. دروك شعلت عليها الفرن مينيموم كذلك 20 دقيقه يسخن على 200 درجه. خلوه حدكم يعني 15 20 دقيقه يسخن عاد باش تدخلوها على 200 درجه. دات لي حوالي حتى 40 دقيقه 45. تخرجوها وهي سخونه والسيرو يكون بارد، تبداو تسقوا فيها. والفرن صاي طفيناه نخلو غير حوالي هكذا نص كاس ولا مع الاخر نخلوه للاخر. الكميه اللي راني نديرها راهي تشرب، غير تشوفوها تشرب لكم يعني بيان عرفوا باللي ناجحه. رجعتها للفور يعني للفرن وهو سخون، دخلتها فيه 3 دقائق حتى 5 دقائق، عاود خرجتها وكملت لها هذا السيرو التالي. ومن درت لها هذا السيرو التالي نخلوها غير فوق سطح العمل، نخلوها مينيموم كذلك 6 سوايع ولا. انا راني في الليل دروك غادي نخليها تبات حتى الصباح ان شاء الله، ونقل يعني نشوفوها كي جات معنا. ومن تشوفوها كيما هكذا خلوها على غردها تشرب، عادي تشرب كل شيء.
وهي مادامها تطوال مادامها يعني تولي بنه. هنا هاي في الصباح كلشي شرباته راهي واجده. هذه هي نقسم معاكم ونشوفوها. بسم الله. يعني انا نعرفها تجيني توجور، يعني الطريقه هي ما نبدلهاش، تجي ناجحه 100%. عندي زوج طرق ان شاء الله، هذه الطريقه الوحده، وان شاء الله المره الجايه نوري لكم طريقه اخرى ان شاء الله. وفي زوج ناجحين 100%. هذه كما شفتوا قلينا يعني حمصنا سميد، الاخرى جايه ما نحمصوش نديرو يعني ديريكت، ولكن تقريبا نفس الطريقه. شوفوا كي جات معنا مشربه معسله صدقوني، ويعني راهي مريحه غير هذيك 6 سوايع ولا. هي مادام تزيد تريح مادام تولي شابه. وجات نقول لكم بنة رمضان روعه. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. طراوه يا سلام. هذا هو الفيديو خوتي خواتاتي. الى عجبكم بالطبع ما تنسوش خوكم باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.